بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة وفيديو جديد. العالم على قدر. نرحب بجميع مشتركاتي اللي كانوا معايا من بداية القناة واللي التحقوا بنا جدد، نقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم، نورتوا القناة. إن شاء الله الفيديو تاع اليوم يلقاكم بخير وعلى خير، إن شاء الله تكونوا هانيين ومتهنيين وبصحة جيدة. رمضان على الأبواب، كي نقولوا رمضان على الأبواب نقولوا التحضيرات الرمضانية. فيديو اليوم راح نشارك معكم أولى التحضيرات الرمضانية. راح نشوفوا ونشارك معكم مركز البرتقال، مركز الليمون، طريقة الاحتفاظ، شرائح البرتقال والليمون، وحتى الزيت وحتى القشور. يلا بسم الله. اول شيء عندي كميه تاع برتقال، هنا كنت وزنت معكم 2 كيلو. راح نشارك معكم مركز برتقال 2 كيلو فقط، ومركز الليمون كنت سبق ودرت كميه لاباس بها، كميه تاع 10 كيلو برتقال. درت مركز برتقال ب10 كيلو، وهاي الكميه اللي تحصلت عليها. الخير والبركه كما راكم تلاحظوا. وثاني كنت درت مركز الليمون، ثاني كنت درت 10 كيلو قارص، وتحصلت على الكمية هذه، كمية لباس بها. يلا بسم الله نبدو الفيديو تاع اليوم. اول حاجة راح نشوفوا مركز البرتقال. البرتقال تاعنا اكيد بعد ما كنا نظفناه جيدا، حنجيبوا اسكرفاج ونحو الزيت تاع البرتقال، نحو الا هذيك القشره الفوقانيه البرتقاليه فقط، ما نروحوش للقشره البيضاء لانها هي اللي راح تدير لنا المراره في المركز تاعنا او العصير تاعنا. كما راكم تلاحظوا انا استعملت سكرفاج هذا الصغير، تقدري تستعملي هذا الصغير ولا الكبير. هنا راني نوري لكم كيفاه نحيت غير القشره الفوقانيه فقط. نكمل 2 كيلو كامل نحيلهم الزيت تاعهم. تحصلت على الكميه هذه تاع 2 كيلو برتقال. ندير زيت تاعي في الريسيبيون بالشكل هذا. وبما اني راح ندير 2 كيلو برتقال، راح ندير لهم كيلو سكر، لان هاد التشينه تاعي حلوه. في 2 كيلو برتقال درت كيلو سكر. تجيبي لالوش ولا سباتول ولا، ونخلطوا زيت تاع 2 كيلو برتقال مع كيلو سكر، نخلطوهم جيدا. ضروري المرحله هذه نخلطوا جيدا، نخلطوهم مليح مليح حتى نتحصلوا على خليط رملي. وكي نخلطوا جيدا الزيت تاع البرتقال مع السكر، راح يطلق لنا ماده دهنيه او ماده دسمه. كما راكم تلاحظوا تحصلنا على الخليط الرملي، كما راكم تلاحظوا فيه ماده دسمه. بالشكل هذا نغطوا عليه ونحطوه بجهه، ونحضروا حبات البرتقال تاعنا واللي هما 2 كيلو. نقسموا كل حبه على 2. هنا راني نوري لكم في هذاك الابيض هو اللي يدير لنا المراره في المركز او العصير. بعد ما قسمت البرتقال تاعي كل حبه على 2، جبت العصاره ورايحه نعصر التشينه تاعي. هنا حبيتي تستعملي عصاره يدويه او عصاره كهربائيه اللي متوفر عندك. هنا كميه البرتقال كميه قليله، غير 2 كيلو فقط درت العصاره، استعملت العصاره الكهربائيه للسرعه. هذا مكان نعصر كميه البرتقال تاعي كامل واللي هما 2 كيلو، نعصرهم كامل. وتحصلت على الكمية هذه، كمية لاباس بها. نجيب هذاك العصير تاع البرتقال اللي عصرته، شوفوا الكمية لاباس بها، ونضيفه على السكر والزيت تاع البرتقال. نضيف الكمية كامل بالشكل هذا. وهذاك الزيت اللي بقى لي من الفوق في العصاره من الفوق، راح نحي منه نديرو في بورط مونجي ولا في صحن، ولا نحي منه اي حاجه بيضاء، اي ماده بيضاء فيه، هذوك الخيوط البيض واي حاجه بيضاء فيه راح نحيها ونضيفه هو ثاني في الريسيبيون. هنا ما رايحه نرمي حتى حاجه بالشكل هذا. ونخلطه جيدا، انا نخلطه مليح، ضروري نخلطه مليح هكا باش نساعدو السكر على ذوبان. نخلطه جيدا. بعد ما نخلطه جيدا نغطوا الريسيبيون تاعنا ونخلوه يبات ليله كامله 24 ساعه. واذا قدرتي في 24 ساعه هذه مره على مره زيدي حركي جيدا هكا باش يذوب السكر تاعك. ضروري السكر تاعنا يذوب تماما. حطيته على جهه باش يبات ليله كامله. ونجو المركز البرتقال نفس الطريقه، جبت سكرفاج
راح نحي الزيت تاع القارص، نحي غير هذيك القشرة الصفراء فقط. أنا ما يلزمش نوصلوا لهذيك القشرة البيضاء لأنها هي اللي تدير لنا المرارة. راني نوريكم كيفاه نحيت إلا القشرة الصفراء فقط. نكمل القارص تاعي كامل، نحيلو الزيت تاعو كامل. بالطريقة هذه هنا عندي كمية تاع قارص نحيت الزيت تاعها كامل. راني نوريكم كيفاه نحيت إلا القشرة الصفراء كيما راكم تلاحظوا. لتعرف هاي ملفة المبتدئات تتبعوا المراحل فقط. قسمت هذاك الزيت على 2، جبت بورت مونجي صغيرة، درت نصف بورت مونجي، نغلق عليها، نحطها في المجمد. نحتاجوها في الحلويات تاعنا، في المسكوتشو، في البسبوسة، في لي بابا، في حلوة البي، في حلوياتنا. والنصف الثاني اللي خليته في الريسيبيون هنا راح نضيف عليه كيلو سكر، كيلو واحد سكر، كيلو فقط. هنا راني درت كيلو سكر ونخلط جيدا بسباتيل. كيلو سكر مع هذاك الزيت تاع الليمون، نخلطه جيدا نفس الطريقة اللي درناها مع البرتقال. خلطه جيدا حتى نتحصلوا على خليط رملي بالشكل هذا، ويطلق هذيك المادة الدهنية اللي فيه بالشكل هذا. نغطي عليه ونحطه على جهة، ونحضروا حبات القارص تاعنا، نقسموا كل حبة على 2 كيما درنا مع مركز البرتقال فقط. مركز البرتقال وزننا التشينة تاعنا، هنا ما وزناش القارص. جبت العصارة ورايحة نعصر القارص تاعي، رايحة نعصر لتر تاع قارص. بما اني درت كيلو سكر هنا نحتاج لتر قارص. في الليتر تاع القارص في 1 لتر نديرو كيلو سكر كيما راكم تلاحظوا. هنا صارت لتر تاع قارص 1 لتر، يعني إطرة واحدة، ورايحة نضيف هذاك اللتر تاع القارص على كيلو سكر اللي درته مع الزيت. في كل لتر تاع قارص نحتاجو كيلو سكر. جبت سباتيل ونخلطه جيدا. أنا ضروري أنا نخلطه مليح مليح، ضروري المركز تاعك باش ينجح لك السكر يكون ذايب تماما. جبت هذاك الزيت اللي بقالي في العصاره من الفوق، نحيت منه كل حاجه بيضة وضفته هو ثاني في مركز الليمون ومركز البرتقال. ما نرمو حتى حاجه، خلط جيدا، نغطي ليه ونخليه يبات ليله كامله. بعد ليله كامله يعني بعد 24 ساعه رجعت المركز البرتقال تاعي. شوفوا كيفاه لقيتو يولينا كيما السيروم. جبت البراميكسور ورايحه نميكسي جيدا. نجيبو البراميكسور ونميكسو مليح، ومن بعد نزيد نصفيه في صفايه. انا راح نصفيه في الباسواغ هذا تاع الفارينه، هذا نغربل فيه الفارينه، الثقوب تاعو يكونوا رقاق. راح نصفي الكميه اللي عندي كامل تاع المركز كامل. انا نستعين بلالوش ونصفي الكميه اللي عندي كامل. هنا بالرغم من ان ميكسينه، جبنا البراميكسور وميكسينه، وشوفوا واش بقالنا في الباسوار من الفوق. شوفوا هذاك الزيت هذا ما نرموشو، نجيبوا علبه بلاستيكيه ونديروا فيها هذاك الزيت المسكر، نغلقوا عليه ونحطوه في المجمد. نحتاجوه في الحلويات تاعنا، بسبوسه، مسكوتشو، لي بابا، حلوه البي، في عده حلويات. كما قلت هنا في المركزات تاعنا ما نرمو حتى حاجه، والقشور ونحتاجوهم. بعد ما صفيت المركز تاعي نجيب هنا نفرغه في علبه بلاستيكيه، وشوفوا كيفاه صافي. ومباشرة رحت مركز الليمون تاعي، رجعته هنا في الريسيبيون، جبت البراميكسور ونميكسيه جيدا كيما درت مع التشينة، ونزيد نصفيه. بعد ما ميكسيته نزيد نصفيه. ضروري الخطوة هذه، ما نقولوش انا مكسيناه ما نصفوش، وضروري نصفوه. صفي في صفايا ولا كيما درت انا في هذا. وشوفوا هذيك الكمية تاع
تاع الزيت المسكر اللي تحصلنا كذلك نديروها في علبة بلاستيكية ونغلقوا عليها ونحطوها هي ثاني في المجمد. نفرغوا المركز تاعنا في علبة بلاستيكية، والمركزات تاعنا حاضرين معنا في شكلهم النهائي. شوفوا مركز القارص كيفاه يجي خايثر ثقيل، شوفوا كيفاه صافي يشهيكم في الجنة. شوفوا تاع التشينا كذلك، احنا في كيس مركز نضيفوا له لتر ماء. تحبي تضيفي له فواكه انت حرة، يعني يجيك كوكتيل ولا ديريها شربات. في كيس نديرو لتر. نحط المركزات تاعي في المجمد، وبعدها كنت عصرت كمية لاباس بها تاع قارص. بعد ما عصرت قارص وحده خام صفيته ودرته في ليمون سيليكون هيدا. درت كمية لاباس بها، ديروا في ليمون سيليكون هيدا ونحطهم في المجمد يجمدوا. الكمية الأخيرة درتها في لي كوبلي ونحطهم في المجمد يجمدوا. بعد ما حطيتهم في المجمد جبت كمية ثانية تاع قارص ورايحة نديرها شرائح بالشكل هذا، شرائح شوية رقاق بالشكل هذا. وهنا راني نوري لكم في السمك تاع الشريحة. وجبت بلاطو خاص بالفرن، درت فيه كيس بلاستيكي او كيس تجميد، وراح ندير شرائح شريحة بجانب شريحة هكا بحذا بعضهم. ما نحطوش الشرائح فوق بعضهم باش هكا كي نجمدوهم ونحبوا نستعملوهم فيما بعد ما نلقوش الشرائح لاصقين في بعضهم. بالطريقة هذه الصورة راهي تعبر. درت كل شريحة بحذا اختها بالشكل هذا، ونغلق الشريحة بهذا عفوا نغلق الكيس بالطريقة هذه، ونزيد ندير كيس بلاستيكي ثاني ونفس العملية حتى نكمل نفس الطريقة حتى نكمل كمية الليمون اللي عندي. تحصلت على 3 ولا 4 أكياس ونحطهم في المجمد. نفس الطريقة راح ندير شرائح البرتقال. هنا ما يهمش شرائح البرتقال ديريهم رقيق ولا ديريهم خشين، ما يهمش. نفس الطريقة درت شريحة بحذا شريحة في أكياس بالطريقة هذه باش يجوا قد بعضهم، وحطيتهم في المجمد. القشور تاع الليمون وتاع البرتقال ما نرموهمش. هنا شوفوا الكميه تاع القشور كميه لاباس بها. نديروهم في علب بلاستيكيه او في اكياس خاصه بالتجميد بالطريقه هذه ونحطهم في الثلاجه. نحتاجون في وصفات التجميل، في خلطات للتنظيف، ما نرموهمش. في اليوم الموالي بعد ما تجمدوا هذوك المكعبات اللي درتهم في المول السيليكون راح نديمو ليهم ونديرهم في علب بلاستيكيه بالشكل هذا. هنا يسهلوا لينا الخدمه كي نجو نحتاجون في اطباقنا ولا نجبدوا مكعب ولا اثنين ولا واش نحتاجو نحنا، راح يسهلوا علينا الخدمه. هنا تحبي ديريهم في علب بلاستيكيه كيما درت انا ولا في اكياس التجميد ورجعيهم للمجمد. انا درت كميه لاباس بها كيما راكم تلاحظوا. تحصلت على 2 علب، والعلب هذم راهم كبار كيما راكم تلاحظوا. ونزيد نرجعهم للمجمد كل ما نحتاج نجبد مكعب ولا 2 قد ما نحتاج. انا فيديو اليوم كنت شاركتكم فيه الحمضيات أولى التحضيرات الرمضانية. مكعبات الليمون، هذا ليمون خام، ليمون وحده. مكعبات الليمون، مركز البرتقال، مركز الليمون، زيت تاع الليمون، زيت تاع البرتقال، الزيت المسكرين. بعد ما صفينا المركز تاعنا حتى القشور وما رميناهمش. كانت هذه أولى التحضيرات الرمضانية. كذلك شاركت معكم شرائح الليمون والبرتقال. نلتقي في فيديو قادم إن شاء الله في تحضيرات أخرى. إلى اللقاء.